هلو ماين فرويند. درس النهاردة وحصتين تانيين بعد كده هناخد مع بعض كلمات بحروف الأملاوت الثلاثة، ونبدأ بأصعب حرف كلمات بحرف U. وأول كلمة über يعني فوق، müde يعني مرهق، kühl يعني رائع، Frühling يعني ربيع، Brüder إخوة، Glück يعني حظ، 5 Frühstück فطور، Schüler يعني طالب، Bücher يعني كتب، Gemüse خضروات، Prüfen يفحص، Mühle يعني طاحونة، Tücher يعني مناديل، süß يعني حلو، üben يتدرب، grüßen تحية، fühlen يشعر، Tüten أكياس، Füßen أقدام، züchten يعني يربي، Blüten أزهار، flüchtig يعني عابر، glücklich سعيد، Hühner الدجاج، Übung تمرين، Hügel تل، führen يعني يقود، lügen أكاذيب، wütend غاضب، Hüfte ورك، rüsten يجهز، rüssel يعني خرطوم، Mühe يعني جهد، grübeln يتأمل، lücken فجوات، schüchtern خجول، Rückkehr يعني عودة، düster يعني قاتم، überzeugen يعني يقنع، Hütte كوخ، Rücken يحرك، übrig يعني باقي، Hüter حارس أو واصي، Abkürzung يعني اختصار، Übergang يعني انتقال، Übersetzen يعني يترجم، Kündigung استقالة. وآخر كلمة معانا النهاردة schützen يحمي. كده احنا خلصنا درس النهاردة مع أول حرف من حروف الأملاوت الأو، والحصتين الجايين هناخد الحرفين التانيين، الحرف الأقل صعوبة الأو، وبعد كده هناخد أسهلهم الأه، أسهل حرف وهو نطق قريب شوية من نطق الحرف الإيه في الإنجليزية. لو عجبك الدرس دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، واكتب لنا كومنت تقول لنا ايه رأيك في اللي احنا بنقدمه. ولو ما كنتش اشتركت معنا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. auf Wiedersehen.